يا صباح الفل والورد والياسمين على أحلى متابعين في الدنيا. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ صباح الرضا والجمال، صباح المانجا، صباح السكر، صباح القشطة، صباح السعادة والسكر الزيادة على أحلى وأجمل متابعين في الدنيا. قبل ما نبدأ الكلام يا حبايبي تعالوا نصلوا على النبي. صلوا على النبي يا حبايبي عليه الصلاة والسلام. تعملي ايه حلو كده يا ام تغريد؟ على طول كده في المطبخ، كده على طول بنشوفك في المطبخ. تعملي ايه؟ بطبخ رز وهعمل سمك. جايبه سمك هحمره، والوقت بطبخ رز. المية غليت، نزلت بالرز، نزلت بمعلقة ملح، وبعد كده هدى عليه وياخد ويدي بشكل ودي، وحسيت اللي هو محتاج شوية مية، حطيت له شوية مية. ما شاء الله، شايفين السمكة منضفاها وحلوة ازاي؟ ما شاء الله، ما خليتش فيها اي حاجة. طبعا ايمن ابني قلت لكم قبل كده اللي هو لا بيحب البوري ولا بلاميطة ولا بيحب اي حاجة. جبت سمك مشوط ووزنت بلاميطاية واحدة وجبتها ونضفته ونقعته، والوقت انا بشطفه معاكم عشان احشيه واحمره. ما شاء الله كان جميل. شايفين بقى شكل السمك؟ خليته لوكس. قلنا دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله عليه الصلاة والسلام. الوقت انا بحشي السمكة معايا، وبعد كده احمرها عشان احنا قلت لكم قبل كده احنا بنحب الاكل ساخن. ما شاء الله كان جميل، كان كلته دهن وسمكة جميلة. انا قلت لكم قبل كده ان انا بعرف السمكة بعرفها كده في ثانية. حلوة بشتريها، وحشة اخليني لتاني يوم واقوم جاي. طبعا انا تلاقيت السمك كبير، قلت هفتحه كده عشان يستوي براحته وياخد ويدي بشكل ودي. والوقت حطيت زيت في الطاسة، واما الزيت يسخن معايا هنزل بالسمك. ما شاء الله بألف هنا يا رب الكل اللي كل منه. قلنا دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله عليه الصلاة والسلام. ايه رأيكم بقى يا حبايبي في ام تغريد بقى وشراها في السمك؟ السمك يا حبايبي لازم يتهدى عليه عشان السمكة كبيرة، وحمر الناحية التانية، وبعد كده قلبته. ما شاء الله السمكة دي كانت جميلة جمال، كانت كلها دهن مبطرخة. والله العظيم كانت سمينة سمينية. بألف هنا يا رب الكل اللي كل منها. ودي شكل السمك معايا. ما شاء الله، ودي السمكة البلاميطة اللي أنا قطعتها حمرتها. ودي شكل الغدا بتاعنا، سمك وسلطة. أهم حاجة طبق السلطة وطبق المخلل، ولازم الخضار. ما شاء الله بألف هنا يا رب في كل اللي كل من الأكل ده. قلنا دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله عليه الصلاة والسلام. واتغدينا والحمد لله. تعملي ايه تاني حلو يا ام تغريد كده قولي لنا؟ كان عندي لفة قمر الدين من رمضان، وقلت هتبوظ خسارة هعملها. انا عندي ايمن ابني ما بيدوقهوش، قعدت اقول له طب اتعود كله وهتحبه، والله ده جميل نفس الحلويات بالظبط. الوقت سخنت شفشق مية معايا او شفشق وشوية، وهقطعها قطع صغيرة. القمر الدين دي نفس طريقة الحلويات بالظبط، حطوله نشا وتحطوله فانيليا كل حاجة. وقعدت اقول له طب جرب كلها، بس هو مش راضي، براحته بقى. اما يعوز ياكل هيفتح التلاجة وياخد له طبق. الوقت هقطع اللفة اللي معايا كلها، وبعد كده هسيبه ايه يفك براحته. لازم تفكي معايا، وقت ما تفك هعلق عليها على البوتاجاز. ما شاء الله طريقة سهلة وجميلة وبسيطة. والله العظيم طريقته سهلة وجميلة، نفس طريقة الحلويات، بس معروف اللي ده حلويات وده قمر الدين. وأقطع اللفة اللي معايا كلها، وبعد ما تفك هعلق عليها البوتاجاز، هسيبها براحتها ساعة اتنين. وقت ما الاقيها فكت معايا هعلق عليها.
ما شاء الله، وأنا باقطّعه بقى حتت صغيّرة إزاي، ما شاء الله، كان جميل. قُلت لأيمن كُل لك طبق، قال لي: "لأ." وقت ما يعوز هيفتح التلاجة وياخد له طبق، هو حُر، أنا عن نفسي أنا باحبه ماله وبده هو وباعشقه، يتعشى. ما شاء الله، كان جميل، بألف هنا يا رب لكل اللي كَل منه. الوقت بقى أنا عمّالة أقلّب فيه وهاسيبه لغاية ما يفِك معايا خالص، وبعد كده هاحطه على البوتاجاز، وفَك معايا الطريقة جاية لوحدها، وبعد كده فَك معايا وحطيته على البوتاجاز، ما شاء الله. جِبت كوباية مَيّة وكنت جايبة ب10 جنيه نشا، طبعًا أنا احتجت معلقتين نشا، كان عندي في التلاجة معلقتين طلّعتهم، وهافضل أقلّب في النشا خالص لغاية ما تبقى فكة معايا وسهلة كده، ما شاء الله كانت جميلة. وطبعًا أنا حطيت كوباية ونُص سكر عشان ما يبقاش مسكر أوي، الطريقة جاية لوحدها. الوقت حطيت كوباية وبعد كده أحط نُص كوباية سكر، أقل من نُص كوباية كمان، ما شاء الله. وبعد كده هانزل بكيسين فانيليا وهافضل أقلّب فيه، لازم إيديكِ فيه على طول، ما شاء الله، لازم، لازم طول ما أنتِ واقفة تقلّبي فيه. وبعد كده هانزل بالنشا اللي أنا مدوباها واحدة واحدة، أمّا ألاقيه محتاج أحط له، وإيديّا فيه على طول، طول ما أنا واقفة إيديّا فيه، لازم أقلّب على طول بالمضرب اللي معايا، ما شاء الله، كان جميل. بعد كده أنا مجهّزة معايا الأطباق، وأمّا أخلّص خالص أسيبه دقيقتين 3 لغاية ما يغلى معايا، وبعد كده أصُبّه في الأطباق. دي طريقة القمر الدين، نفس طريقة الحلويات. قومي يا حبيبتي لو عندِك لفة قمر الدين قومي اعمليها لعيالِك، سهلة وجميلة وبسيطة، ما شاء الله. وما اشتريتش حاجة، كانت فايضة عندي من رمضان، قُلت خسارة أمّا أعملها بدل ما هي مركونة، قُلنا ناكل حاجة مسكّرة، نشوف أي حاجة مسكّرة ونعملها، ما شاء الله. أنا عمّالة أقلّب وأورّيكم القوام إزاي، وبعد كده حطيت الحلة على الرخامة وباصُب في الأطباق. وبعد ما يهدى معايا أدخّله التلاجة، بس لازم أحط زبيب وجوزة الهند. ماشي يا حبايبي، متابعيني حبايب قلبي عاملين إيه؟ وحشتوني، والله وحشتوني. لو أول مرّة بتشوفوني دي قناة يومياتي أنا وماما، يا ريت فيديوهاتي تعجبكم وتبقى خفيفة على قلبكم، وإن شاء الله هاتشجّع معاكم وأنزّل لكم كل جديد وفيديوهات جديدة. أهم حاجة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعّلوا الجرس، وأهم حاجة اللايك، أهم حاجة اللايك يا حبايبي. ما شاء الله، دي بقى شكل القمر الدين بعد ما خلص، والوقت بارُش بقى أهو جوزة الهند، وبعد كده أحط الزبيب. كان أبويا الله يرحمه، الله يرحمك يابا ويجعل مثواك الجنة، كان على طول بيجيب لنا منه، على طول. كان قمر الدين ده والله العظيم ما كان بيتمنع من عندنا. وعشان كده أنا حبيته، أنا ما كنتش باكله، بس لمّا جرّبته مرّة و2 و3 وعملته عندنا عند الجماعة عندنا، ما شاء الله كان جميل. أنا عندي استعداد أعمله على طول، بس اللفة غالية. دي كان عندي في التلاجة قُلت بقى أعملها، ما شاء الله. بألف هنا يا رب لكل اللي كَل منه. وأنا دلوقتي باحط عليه الزبيب وهاسيبه بقى يبرد خالص وأدخّله التلاجة، عشان أمّا يسقع كده ويبقى حلو أجيب لي طبق وآكله على طول. ما شاء الله. قلنا دايمًا على طول نصلّي على النبي ونذكر الله عليه الصلاة والسلام. دي كان يومي النهارده معاكم، الروتين بتاعي كان روتين خفيف وجميل، إحنا بندعم بعض. أنا عارفة إن أنتم كلكم ستات بيوت وشاطرين، بتعملوا حلويات وبتعملوا قمر الدين، بتعملوا أحسن حاجة. إحنا بندعم بعض، بتشجعوني، بنتشجع مع بعض. متابعينا حبايب قلبي ربنا يخليكم ليا يا رب. خوخة وحبيبة وحشتوني، وتمر حنة حبيبة قلبي، ربنا يا رب يخلي متابعيني كلهم ما اتحرم منهم أبدًا ولا من تعليقاتكم الجميلة. أشوفكم في فيديو جديد، هتوحشوني والله. مع السلامة، مع ألف